السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناتي ساعة لقلبك مع ربك. النهاردة يا جماعة عندنا فيديو مهم جدا، أنا ما ترددتش إن أنا أتكلم فيه، لأن أنا شايفة إن في حاجات كتير جدا حوالينا بتحصل خلتني أقف وأسأل نفسي النهاردة: هو إحنا فعلا قربنا؟ يا ترى إحنا فعلا قربنا من النهاية؟ بقينا كل يوم بنسمع عن حروب وزلازل وأمراض وفتن ووباء وقتل وناس بتبعد عن ربنا، والحرام بقى أسهل من المية. بجد بقى الواحد بيسأل نفسه: يا ترى دي فعلا علامات الساعة اللي النبي صلوا عليه قال لنا عليها؟ طب تعالى كده نحاول نراجع نفسنا شوية ونشوف احنا بقينا فين بالظبط. النبي صلوا عليه لما اتكلم عن علامات الساعة قسمها لنا لحاجتين. قال لنا ان في علامات صغرى، ودي اللي بدأت من زمان وبعضها حصل وبعضها لسه بيحصل لحد النهاردة، وفي علامات كبرى ودي اللي لسه ما جاتش، وللأسف انها لما تيجي هتيجي ورا بعض بسرعة جدا. طب خلونا نبدأ بالعلامات الصغرى ونشوف ايه منها اللي حصل حوالينا دلوقتي. اللي حصل حوالينا ان العلم بدأ يختفي، العلماء بدأت تموت، الناس بعدت جدا عن الدين، التدين يا جماعة بقى حاجة غريبة، المعاصي بقت عادي، الحرام بقى موضة، الزنا والخمر والعياذ بالله بدأوا ينتشروا. الناس بتبقى شايفة ده قدامها وبيقولوا حرية شخصية. كتير من الناس بقت بتجري ورا الدنيا وكأن مفيش حساب ولا جنة ولا نار. خليني أقول لكم على حاجة تقيلة شوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هيجي وقت القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني اللي بيحاول يلتزم ويبقى كويس في الزمن ده كأنه معاه نار ماسكها بإيده. شفتوا قد إيه الدنيا بقت صعبة؟ طيب ده معناه إيه؟ معناه إننا نكتئب ونخاف؟ لا طبعا، المعنى إننا نصحى ونفوق ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، لأن هو الوحيد اللي يقدر ينور لنا الطريق في زمن الضلمة اللي احنا عايشينه ده. النبي قال كمان إن من علامات الساعة إن الأم تخلف والعيال يعملوها كأنهم هم الآباء، هم الأهل. تلاقي ناس كتير جدا بتتصدر للفتوى وللأسف من غير علم، بتتكلم باسم الدين وهم أصلا مش فاهمين. الفتن زي قطع الليل المظلم يا جماعة، تبقى مش عارف الحلال من الحرام، الصح من الغلط. طب اسأل نفسك كده، انت عامل ايه وسط كل ده؟ هل يا ترى سايب نفسك تروح مع التيار، ولا بتحاول تقف وتقرب من ربنا؟ والله يا جماعة الدنيا قصيرة جدا، واحنا لا ضامنين اللحظة اللي جاية، ما بالك طيب بيوم القيامة، يوم ما كل واحد فينا هيتحاسب لوحده. لا فلوس هتنفع، ولا اصحاب هيشفعوا، ولا شهرة ولا متابعين ولا اي حاجة. اللي هينفعنا هو قلبنا كان فين، صلاتنا كانت ايه، علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى عاملة ازاي. طب انا بصلي، طب هل انا بصلي صح؟ طب هل انا يا ترى لما بغلط بتوب، ولا بكمل واقول عادي؟ ما كلنا بنغلط. لا يا جماعة، لازم نصحى، لازم نبقى واعيين ان في حساب وفي جنة وفي نار، في حياة تانية ما فيهاش اي هزار. بصوا يا جماعة، احنا مش بنقول الكلام ده عشان نخاف او نقول يا ترى يا هل ترى، لا لا لا، بالعكس احنا بنقول عشان نفكر بعض. ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لو الفيديو ده يا جماعة خلاك تفكر أو حسيت إنك محتاج تراجع نفسك، فدي أول خطوة حقيقية. التوبة مش محتاجة مناسبة، ومفيش حد كبير على الرجوع لربنا. حاول ابدأ بصلاة، ابدأ بآية، ابدأ بدعوة في السجود، ربنا أكيد هيقربك أكتر مما تتخيل. وفي آخر كلامنا، يا ريت تشارك الفيديو ده مع حد يمكن يكون سبب إن قلبه يتحرك ويبقى في ميزان حسناتك. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. آخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من الذين يقولون القول ويستمعون فيتبعون أحسنه. دمتم في خير، صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.